مارك توين كان قال مقولة مشهورة جدا ان هو sorry I did not have time to write a short letter so I wrote a long one instead. فانت عشان تكتب اصلا short letter انت محتاج وقت كتير. ايوه. فانت عشان تكتب pitch deck قصيرة محتاج وقت كتير. لكن انت هتتكاسل بقى واكتب 50,000 سلايد، ده تكاسل اصلا عشان ما وصلتش الفكرة في اهلا وسهلا بكم ايها السيدات والساده في حلقه جديده من حديث الاحد. طبعا كنا طالعين بنفس الهدوم، ده مجرد صدفه. ده ايه ده في حاجة يلا من الاول لا يا عم ما تقلقش، محدش عارف ايه. عادة الريموت بتاع دي مجرد صدفه. أيوة. النهارده احنا يعني هنكمل بقى كلام على اللي احنا ابتديناه المره اللي فاتت. هنتكلم بشكل اكبر شويه عن طب ازاي بقى اعمل ماي بيتش ديك. ايوه ازاي اخليه حاجه تسر الناظرين. pitch better have my money. ايه pitch better have my money. صح كده. غيرك دي غير بقى اللي انت قلتها. طيب دلوقتي هو كبدايه تمام، يعني انا هقول لك اللي في مخيلتي وانت اكيد هتعدل على اللي انا هقوله. ايوه تمام. الموضوع بيبتدي الاول، خلاص انا كتبت بقى الحاجه بتاعتي. مثلا خلينا نتكلم على البروجكت اللي احنا كنا عاملينه. تمام. فلتة وكاتب بقى الايه اللي هي فروم ايه كان فروم اكاديميكس تو اثليتكس. تمام. وعملت بقى تاني سلايد، عملت انترو بسيطه كده وفيها أيوة. كلام فاهم. ايوه وكان بعد الانترو كنا بنعمل ايه تاني بعد الانترو؟ تبتدي مشكله، البروبلم سولوشن. بعد كده كنا بنتكلم عن الماركت والكومبيتيتيف اناليسيز والتراكشن والجو تو ماركت بتاعنا. وبعد كده بنحط بقى كام حاجه كده عن التيم وصور لذيذه وعبد الوهاب الشريعي. والسلايد اللي كل الناس ما بتهتمش بيها خالص، دي اهم سلايد اللي بتاعت التيم في الاول يعني في البيزنس مفيش اي حد يهتم بيها. ودلوقتي بقى في ناس بتعمل بيتش ديكس بالاي اي يعني. بس هل الاي اي بيعملها مثلا حاجه تبقى بيبان قوي يعني. بيبان انت بتقولها بعرف كده، يعني هي كانت حاجه سيئه، حاجه اتعرض عليك قبل كده تقريبا. لا اصل مثلا لو حاجه بنتكلم عن الماركت، لو مثلا اول حاجه مكتوب مثلا our untapped potential of the market. untapped potential دي AI. في كلام كده معين فاهم. انت بيبقى ده بالنسبه لك ده كومبليتلي اي ده مش او مثلا اللي هو انت حتى ما بذلتش مجهود في انك تعمل. انت بتبذل مجهود واحنا داخلين. او حتى ماركت اوبورتونيتي وبعدين نقطتين كذا 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 الحته كذا ونقطتين وكذا كذا كذا دي اي استخدمه ان هو يقوي يامبليفاي من الكتابه بتاعته نفسه. بالظبط، لكن مش ان هو يعمل لك الحاجه. مش ان هو يكريت الحاجه طبعا. وعشان كده اصلا في دلوقتي دراسات بتقول لك انه البرين اكتيفيتي دلوقتي بتقل خالص علشان خاص بقى الاي اي هو اللي يفكر. فيعني احنا ممكن على 2030 تلاقي فيه عباره عن جيش من الاغبياء ماشيين في الشارع، لا المتخلف عقليا هو مش فاهم، مش عارف يعمل حاجه. اليكسا سيري كل حسب بنتكلم على البيتش ماشي. بصوا اول حاجه يعني مثلا في حاجه بعملها لذيذه قوي مع الفاوندرز، ان انا بقول لهم بصوا ممكن ايه حاجه يعني برو بونو، مش بعمل لهم تشارجنج ليها، ان انا بروست البيتش ديك بتاعتهم. تمام. ففي مثلا اول حاجه لو اتكلمنا مثلا دلوقتي على الديزاين مثلا البيتش ديك. تمام. يعني ممكن تكتبها في الاول خالص من نفسك، بنعدي بالسيكونس اللي مثلا ايه اللي هو احنا المعروف الفكره بتاعتك ايه اصلا في جمله واحده، المشكله اللي انت بتحلها. طيب الحل بتاعك ازاي مميز عن الحلول اللي موجوده دلوقتي.
السوق بتاعك قد ايه حجمه، تمام؟ هل السوق ده كان بيعلى بينزل؟ التام والتقريبا السام والسم. صح. ايوه، ودول ممكن ندخل فيهم يعني بتفاصيل شويه بس. وبعدين السوق ده دلوقتي اصلا فيه مين شغال فيه، مين الكومبيتيشن اللي موجوده فيه يعني، وايه اللي بيميزك عنهم. وممكن برضو بنتكلم اكيد على ان انت عملت ايه اوريدي، تمام؟ وبنتكلم على ان انت ازاي هتدخل السوق اصلا، تمام؟ ازاي هتبيع اصلا للناس. وبعدين التيم، يعني التيم اللي شايل كل الحاجات دي، ودي يعني سلايد فاهم ناس كتير قوي ما بيركزوش عليها. طب لو جينا ندي تب في كل حاجه، اوكي كل هيدر. ماشي. ممكن كاوفرول يعني على السلايدز دي كلها، لو البروبلم مثلا سلايد او السولوشن سلايد او الماركت سايز سلايد، كلمه البروبلم دي اصلا أنا مش عايزها تبقى موجوده. مش عايز بروبلم، انا ولا عايز السولوشن ولا الماركت سايز، لان كل البيتش ديكس كده. فانت هتبعتها مثلا للانفستور يقول ده زي 500,000 بيتش ديك شفتها قبل كده، فمش هتعلق في دماغه. مش وبعدين دلوقتي الانفستور بيشوف البيتش، بيعمل سكرين البيتش في اقل من 40 ثانيه دلوقتي، تمام؟ حرفيا بيسكرول. يعني هو بيشوف البيتش دي في اقل من 40 ثانيه. فهو انت عايز تبتشله الفكره بتاعتك في اقل من 40 ثانيه، تمام؟ فما ينفعش البيتش ديك اصلا تبقى طويله. انا لما كنت اناليست مع في سي فند معين كده، كان في اول حاجه لما بعت لي بيتش، اول حاجه ابص عليها ايه؟ اول حاجه تخيل كده، حد ممكن يتخيل او ياسيوم او ايه اول حاجه كنت ببص عليها في البيتش؟ تيمز ولا الفايل نفسه كام سلايد اصلا. ايوه صح. كام سلايد؟ تلاقي فاهم 36 سلايد. اجنور موف تو تراش. نيفر ريد مور. ريد مور. اول حاجه عدد السلايدز نفسها. ساعات بيبقى البيزنس جامد جدا والسلايدز مثلا لو اكتر من 20 انا بيجي لي كده تيرن اوف مبدئي، حتى لكن مثلا لو 15 او 17 او اقل، وحتى الموضوع بورينج جدا ممل، بس انا انت عايز اقراه. هتقرا ان هو كده مثلا 13 سلايد. بالظبط. عادي. يعني وبعدين في مارك توين قال حاجه برضو يعني مشهوره جدا، مقوله. مارك توين. ماركت وين اسمه ماركت؟ مارك وين. هي دي مشكلة بقى المصريين، وعلشان كده احنا يعني ما بيطلعش معانا ناس كتير يعني. الصراحه. ايه؟ كارل يونغ. كارل جوسف. تحتاج تقرا كارل. مارك توين كان قال مقوله مشهوره جدا ان هو ان انا sorry I did not have time to write a short letter so I wrote a long one instead. فانت عشان تكتب اصلا short letter انت محتاج وقت كتير. ايوه. فانت عشان تكتب بيتش ديك قصيره محتاج وقت كتير. لكن انت هتتكاسل بقى واكتب 50,000 سلايد، ده تكاسل اصلا عشان انا ما وصلتش الفكره كنا قلنا اللي هو هنعدي عليهم كل واحده. اول حاجه واحده تب كده انا عايز مثلا في الانترودكشن خلي لي كذا 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 علشان هو يبقى عارف هو بيبعت انا مثلا بنسبه 80% الحاجه دي هتتقري. ولو هو انترستد فيها فهيبقى فيه بقى خطوه تانية. فاول حاجه بركز الرقم او النمبر اوف سلايدز، يعني او رقم السلايدز الموجوده. ان انا ابقى عارف ان الانفستور بياخد من 40 ثانيه لدقيقه واحده ان هو يشوف البيتش ديك، تمام؟ ده بحطه في دماغي يعني، تمام؟ فما اكتبش بقى موضوع تعبير يعني. فده ازاي هعمله اصلا؟ يعني ازاي اخلي الانفستور يقرا البيتش ديك بتاعتي في اقل من دقيقه واحده؟ ان انا التايتل بتاع كل سلايد ما يبقاش بقى بروبلم او ماركت سايز او سولوشن او مش عارف ايه. لا، هو لو قرا التايتل هو فاهم البروبلم، هو عارف ايه خلاص. مش محتاج ان هو يقرا اللي تحت اصلا. بالظبط. قرا التايتل مثلا بتاع السولوشن، هو عارف ايه السولوشن، تمام؟ and so on يعني مع كل سلايدز. ماشي. لو
خدنا مثلا اول الانترو سلايدز يعني، انا دي ببقى عايز اعرف البيزنس بيعمل ايه في جمله واحده بس. تمام. فمثلا لو كنا اتكلمنا على البيزنس اللي كنتوا بتعملوه، ان هو فاهم اعرفوا ايه في جمله واحده، اللي هو احنا بروفايد كذا لكذا. تمام. دي اول سلايد يعني، الوان لاينر بتاع البيزنس. تاني حاجه البروبلم برضو، يعني جمله واحده، هو اكيد السلايد هيبقى ليها كونتنت بس برضو يبقى بانش يعني وقليل، مبقاش كتير. حاجه تهوك وتفهمني من غير ما انا ممكن يعني ممكن ما اقراش كل الحشو اللي تحت. انا بس مجرد ما انا قريت التايتل فخلاص. مش بالظبط. اعرف مثلا ان مثلا حاجه مثلا بي تو بي ساس مثلا مش عارف ايه، فمثلا البروبلم ان 80% of employees waste $5 مليون في الشهر على مانيوال تاسكس معينه مثلا. تمام. فدي مثلا مشكله بتاعت حاجه بتاوتوميت مثلا الموضوع. تمام. فانا شرحت المشكله في وان لاينر. السولوشن برضو في السولوشن سلايدز في فاوندرز كتير بيغلطوا ان هم بيحطوا الفيتشرز او السبيسيفيكيشنز بتاعت السولوشن بتاعهم، مش الحل الجذري نفسه. تمام. بس لا، هو المفروض هنا تحط الحل الجذري، اللي هو مثلا انت بتوفر بتقلل مثلا الكوست بتاع حاجه ثرو كذا. تمام. ماليش دعوه بقى ان هي اي مش عارف ايه اي باورد باورد اي حد دلوقتي بيعمل اي حاجه يقعد يقول لك ده بالاي اي وبتاع، وهو ده اللي كان شايف بيقولوا ده بيزود بقى نسبه الغباء في المجتمع. ايوه، كان في حد عامل بوست على لينكدين النهارده، دخلت قلت له، عملت كومنت يعني، كان بيقول يا جماعه شركات الاي اي ستارت ابس في مصر كتيره قوي ومش عارف ايه وما شاء الله علينا. هو اكيد ماشي اوكي يعني حلو وبتاع، بس دخلت شوف الشركات كلها اي اي بروكر، اي اي ريل استيت مش عارف ايه، اي اي بيساعدك مش عارف ايه. لكن ما كانش في غير شركه واحده بس هي في الاي اي انفراستراكشر نفسه. هي حاجه اوريدي بقى فاهم، اي اي مش بتستعمل اي اي ككوموديتي يعني فاهم. يعني قلت له ما شركات، المفروض الشركات كلها تبقى اصلا تبقى اي اي باورد يعني، لكن مش كل دول شركات اي اي. انا بتكلم في ايه؟ ماركت ماشي اوكي. اتكلمنا على السولوشن ان هو ما يبقاش فيها سبيكس، يبقى السولوشن الجذري. في الماركت قلنا التام والسام. التام اللي هو التوتال افيلبل ماركت، السام اللي هو السيرفيس افيلبل ماركت. سريعا، ان انا اعمل ماركت سلايد دي مش ان انا مثلا لو انا مثلا في الاديوكيشنال تكنولوجي مثلا، مش ان انا اعمل ماركت سلايد ما اروحش جوجل what is the market size of education technology in Egypt مثلا. ده اسمه توب داون ابروتش، ده المفروض ما اعملوش. بس المفروض اعمله ان انا اشوف الحل بتاعي هينفع لكام شخص. تمام. مثلا لو طلاب المدارس من جريد 10 مثلا ل 12، او من اولى ثانوي لثالثه ثانوي او وات ايفر يعني، هيبقى الحل بتاعي ليهم. فاعرف دول موجودين كام واحد في مصر. فده بقى ده الماركت سايز، كابتشرت يعني بالطريقه دي. اتكلمنا عن ماركت سايز، وبرضه ابين لهم الكومبيتيتيف اناليسيس بقى والحته دي. الكومبيتيتيف اناليسيس ببين انا ببوزيشن نفسي فين يعني. يعني انا بوزيشن نفسي في وسط الكومبيتيتورز. وطبعا بيبقى حلو قوي ان انت يعني في فاوندرز يقول لك ده احنا ما عندناش ولا كومبيتيتور. تمام. ده يعني ده مفيش اصلا حاجه، مفيش حاجه كده يعني. لو في بيبقى بلو اوشن برضه ماركت، بس بيبقى برضه صعب قوي ان انت ممكن يبقى في كومبيتيتورز وسبستيتيوتس يعني الحاجه بتاعتك. تمام. ولازم تبقى مطلع دايما عليها. انا الاول خالص لما كنت فاوندر لاول مره، لما كان حد يقول لي ده في شركه مش عارف تعمل ايه، فلما بحس ان في كومبيتيشن كده اقول بحس بنفس قلبي كده فاهم. يا في كومبيتيشن للاسف. لكن دلوقتي انا عامل نوت اصلا، مثلا في حاجه بعملها اي حد يقول على كومبيتيشن ماشي، لا بحطها فاهم. بفضل عشان بفضل متابعهم. بالعكس بحب ان يبقى في كومبيتيشن يعني. والكومبيتيشن اصلا بتخلي ان ده معناه ان في مشكله في السوق ده، فانا كويس ان انا اون تو سمثينج يعني. الكومبيتيتيف ادفانتج بوري انا
كومبيتيتيف عن الناس تانية في ايه يعني. الجو تو ماركت مش ان انا اقول ان انا بعمل سوشيال ميديا وكولد اوت ريتش وسيلز ومش عارف ايه، لا دي طيب اقول ايه بقى في الجو تو ماركت تقول ان انت ان انت مثلا هتستخدم مثلا ان انا مثلا، طب انت مثلا لو تقول السوشيال ميديا، طب انت هتعمل ايه في السوشيال ميديا دي؟ تمام، يعني هل هتعمل ريفيرال بروجرامز مثلا او الكولد اوت ريتش مثلا، هل هتعمل برضه ريفيرال بروجرامز فيه، او مثلا يعني بحب قوي ان الجو تو ماركت ان هي تبقى متقاسه على حوالي ايه 6 مايلستونز كده، على 18 شهر، وان انت هتستخدم ايه مثلا من كذا لكذا من كذا لكذا، ويبقى فيها برضو الاوبجكتيفز، يعني انا في كل مرحله هبقى عايز وصلت مثلا لعدد كذا كاستمرز مثلا، او عدد كذا مش عارف ايه. دايما بتبقى الجو تو ماركت سلايد الناجحه اللي هي بتوري الفانل بتاعت البيزنس. انت لما تبيع حاجه بيبقى فيه فانل كده كده، في الناس اللي هو من فوق خالص تمام، بيدخلوا بقى في الفانل، مين هيمشوا ومين مين بقى اللي هيشتروا مني تمام. ايوه. فانت لما تبين الموضوع بالطريقه دي شويه بتعرف تعرضها بطريقه صح. التراكشن اللي هو انت بتعمل ايه، ما حدش يحط اللي هو نمبر اوف لايكس او نمبر اوف فولورز، دي كلها فانيتي ماتريكس يعني ملهاش لازمه خالص. بس ممكن احط الكاستمرز او الريفينيوز، او لو ما فيش حتى حاجه خالص انت لسه بري ريفينيو، ممكن تحط البايب لاين اللي هو انت بتتكلم، لو انا ببيع مثلا الموضوع ده لشركات فانا بتكلم مع كام شركه، فاف اي كونفرت البايب لاين ده هيجي لي قد ايه، فانت بتقول مثلا عندي 10 مليون دولار بايب لاين ان انا كونتراكتس بتكلم فيها دلوقتي، لو اشتغلت اوريدي ومش عارف ايه، او مثلا لو خدت الانفستمنت او لو عملت برودكت، دول هيكونفرتوا. ده طريقه تعرضها لو انت يعني بري ريفينيو. التيم اهم سلايد لازم، يعني ازاي بقى اخلي السلايد تيم دي تحفه؟ لازم التيم هو اصلا في الايرلي ستيج انت الشخص من الانفستر مش بينفست ولا في الماركت ولا في البرودكت ولا في، هو اكيد بيستثمر في الحاجات دي، بس هو بالنسبه له ممكن الكرايتيريا يشوف بتاعته. ناس الناس دي انا بانفست فيهم، انا الناس مؤمن ديت الناس دي فعلا هتاخد الموضوع يعني وتجري بيه من A ل B. تمام. فلازم هنا تبين انت ايه اللي بيميزك في الماركت، هل في مثلا فاوندر ماركت فيت، هل انت في المجال ده اصلا، او هل انت النتورك بتاعتك قويه في المكان ده، انتوا عندكم دومين باك جراوند اصلا بالمكان ده، يعني مثلا لو انتوا في التعليم، هل انتوا عندكم باك جراوند في الحته بتاع التعليم دي، هل في تكنيكال باك جراوند، هل في بزنس جروث باك جراوند، وما برضو ما اللي هو ما يبينش التيم اللي هو 40 years of experience مش عارف من كذا تمام. خبره 60 عاما. بالظبط. لا انا عايز اعرف كل شخص ايه الاتشيفمنتس بتاعته، يعني مثلا شخص مثلا، يعني انت مثلا حد مثلا في شركه هنا، هو الشباب انشورنس ما شاء الله يعني، لا في سلسجي في النص فايزر. سلزاجي ده مثلا باع في السنه مثلا بقد ايه، مثلا السنه اكتر في السنه كان باع بقد ايه، فانا اعرضها بالطريقه دي تمام. التيم ده بالباك جراوند بتاعته دي، بالقوه بتاعته دي، هيطبقوا الجو تو ماركت دي، فهيحلوا المشكله دي في السوق الكبير ده، فهو يعني بيتش نايس حلو قوي. خلاص احنا تتمحور حوالين الموضوع ده. عايزين بقى المره الجايه اللي هي غالبا هتبقى في يوم تاني يعني معانا، اصل خلي بالك بس عشان ربنا لسه ما كرمناش قوي، فممكن نكون بنيجي بنفس الهدوم بس بنغسلها بنشولها ورا فاهم الحته اللي في فراغ ورا هنا احنا المره الجايه نبتدي نتكلم عن الاكزيت استراتيجيز، ونبتدي نبدا الكلام بقى في حته البورصه والبوينت دي، علشان الناس برضو يبقوا اوير. اعتقد الحاجات دي الناس مفيش اويرنس قوي بيها في مصر، مفيش اويرنس لا، او خالص مفيش اويرنس. ممكن بقى ثاندر ثاندر مش عارف والله، ما مش فيش كده. اي حاجه يعني فاهم والله العظيم. طب ادفع لنا الايجار. خلاص نراكم في حلقه جديده من حديث الاحد كل يوم حد ان شاء الله.